بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من مطبخ مجيدة النهارده ان شاء الله. بقول لكم وحشتوني، اغلى ناس عندي في الدنيا، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ولا من لايكاتكم الجميله اللي بتشجعني ديت. كل سنه وانتم طيبين، وعود عليكم الايام بخير يا رب كده، وال كل يكرم كل واحد يا رب كده، وينول كل واحد اللي هو عايزه، ويديه ويكرمه ويرزقه، ويسترها معانا دنيا واخره، ويستر ولادي وولاد المسلمين اجمعين يا رب. وكل سنه لاخواتنا المسيحيين وهم طيبين وبخير. ويلا بينا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه من مطبخ مجيده. طبعا انا معايا النهارده الدنيا بتشتي، قلت هعمل ايه مجيده، قلت اعمل شويه عدس بقى كده عشان ما عملتش معاكم عدس خالص. فيلا بينا بقى نشوف طريقتي في العدس. معايا طبعا نص كيلو عدس، معايا بدنجان ومقطعه معاه فلفل صغير كده عشان ما يبقاش كبير لما تيجي تغمسي يا دوبك على قد اللقمه. معايا طبعا طماطم مخزناها، معايا بصل، معايا توم، معايا جزر. ويلا بينا نشوف الطريقه. طبعا انا هنا حاطه ميه على النار وانا غاسله العدس، هسقط العدس بقى في الميه. طبعا بعد ما سقطت العدس معايا الجزر، معايا البصل، ومعايا الثوم، هسقطهم برضو عليه. تمام. معايا طبعا الطماطم دي انا بخزنها، هحط حته منها عشان دي كبيره، هحطهم برضو مع العدس. ويلا بينا نشوف ايه الطريقه بتاعت مجيده بقى ان شاء الله. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم، ولايكات منكم كده داخل مصر وخارج مصر، ربنا يبارك لكم وما تحرمش منكم. الاكله دي جميله، اكله شتويه جميله جميله، انا بحبها، بعملها بالمكرونه. ويلا بينا نشوف طريقتي. وهعمل معاكم بدنجان برضو جنبيها كده، يعملوا مسقعه، يعملوا بالخل والثوم، هشوف كده ولادي، وربنا يسهل يا رب كده وما تحرمش منكم يا رب. طبعا هنا انا قسمت الطماطم، هحط نص المربع اللي انا كنت حاطاه دوت عشان كتير. وطبعا تعال نحط البهارات بقى مع بعضينا. طبعا هنا بقى نحط البهارات، هحط كمون. طبعا انا عندي هنا ورق رولي وعندي حبهان، هحطهم وبعد كده ابقى اشيلهم اما اجي اضربه في الخلاط عشان بيدي طعم حلو. طبعا عندي شويه شطه، حبه شطه صغيرين كده، شطه سوداني، مش هكتر عشان دي حراقه قوي. واقفل عليه بقى واسيبه على النار لما يستوى، اوريكم بقى انا هعمله ازاي. طبعا انا هنا هعمل الباذنجان بصلصه. حطيت الصلصه على النار، حطيت 4 فصوص ثوم، وانا عندي الصلصه طبعا متخزنه. حطيت حته نص القالب اللي حطيته على العدس. وهنا طبعا حاطه الزيت، هقلي الباذنجان. طبعا عندنا في اسكندريه هنا الشتا ايه شغال، والرعد شغال، والدنيا جميله وكده. ساعه الرعد ما يكون شغال الدعوه كده، ربنا يرزقنا ويا رب كده يحنن على اولادنا ويرزقهم يا رب، رزق يكون رزق كده حلال ان شاء الله، ويديهم الصحه ويحنن على كل من كان يا رب، ويكرمه يا رب. طبعا الرعد عندنا شغال. طبعا انا بعمل عدس النهارده عشان الدنيا ايه بقى، شتا وسقعه ورعد. طبعا العدس بصوا بسم الله ما شاء الله، ولسه غالي دلوقتي. بصوا شكله تحفه تحفه تحفه. الف هنا وشفا على اللي هياكله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بصوا هنا بقى العدس لونه تحفه تحفه تحفه. طبعا انا هنا بقلي الباذنجان، وهنا عملت الصلصه بتاعت الباذنجان اهي مع بعضينا واحده واحده. تمام. يلا بينا. طبعا بصوا الباذنجان هنا لونه تحفه كده، ما تغمقوش اكتر من كده عشان ما يغمقش ايه الصلصه معاكم. تمام. هو كده تحفه. حطيت مره كمان. طبعا انا مش عامله بدنجان كتير، عامله بدنجانتين 2 عشان الحاجه انتوا عارفين ما تتكبش وكده، الدنيا غاليه والمعيش غاليه. واعملوا على القد وربنا يسترها معانا جميعا يا رب. بصوا العدس شكله عامل ازاي. طبعا اللي جوه ده الورق الراولي اللي انا حاطاه. طبعا لما اجي اطحنه في الخلاط هشيل الورق الراولي واشيل الحبهان والحاجات دي. بصوا منظر العدس تحفه تحفه تحفه. طبعا العدس من الاكلات الجميله، وبعدين هو مش رخيص دلوقتي يعني، ده العدس بقى ب50 جنيه.
ده يعتبر اكله فخمه يعني. طبعا هنا خلصت الصلصه، هحط بقى الباذنجان فيها. بصوا اللون تحفه تحفه، جميل الباذنجان ابو صلصه ده، وطعم الصلصه خطير. طبعا هنا العدس استوى. انا مش هضربه في الخلاط كده على طول عشان ما بوظليش الخلاط، هسيبه يبرد شويه واضربه في الخلاط وارجع لكم بعد دقيقه. طبعا هنا انا صفيت العدس اهوت، يلا بينا بقى نعمل التقليه بتاعته. طبعا انا هنا معايا معلقه سمنه بلدي، هعمله كده عشان يبقى ايه طعمه حلو كده. واهم حاجه طعم الحاجه، مش انا بحطش بهارات كتير على فكره في اكلي، عشان احنا مش بنحب البهارات كتير يعني. تمام. طبعا السمنه تسيح هنا، هروح حاطه بقى المكرونه. مش هحط مكرونه كتير عشان ميبقاش تخينه تخين يعني كده، يبقى حلو معقول يعني. طبعا هنا هقلب طبعا المكرونه، اقلبها كويس كده تتحمر. طبعا انا مخرطه بصلايه هنا، لما تتحمر داخله على تحميره كده هروح منزله البصلايه احمرهم معاه كملها، ومع بعضينا نشوف الطريقه واحده واحده. طبعا هنا بصوا المكرونه، بصوا داخله على ايه ذهبي، هروح هنا نازله بالبصله بقى كده. تمام. واشوح فيه. بصوا هنا بقى بتبقى الريحه تحفه تحفه. دي طريقه امي الله يرحمها ويجعل مسار جنه يا رب كده، ويرحم امواتنا المسلمين اجمعين يا رب، يرحم ابويا ويرحم امواتنا المسلمين اجمعين. بصوا هنا بقى هشوح في البصله مع المكرونه لحد ما تبقى لون كده حلو، واروح حاطه بقى ايه العدس. طبعا وانتي بتطبخي بقى كده، خلصي المطبخ بتاعك كده والمواعين. بص انا غسلت المواعين اول باول. تمام. خلصي حاجتك كده، وعشان تبقي ايه لما تخلصي الاكل تبقى ايه الدنيا نضيفه حواليكي ومية مية. طبعا هنا البصله مع المكرونه مع السمنه البلدي، الريحه هنا تحفه بجد بجد تحفه والله العظيم. جربوا طريقتي دي هتعجبكم قوي قوي قوي، والف هنا وشفا على اللي هياكل. ويا رب كده يجعلنا سنه سعيده علينا وعلى امه محمد يا رب اجمعين، وينول كل واحد اللي هو عايزه يا رب. طبعا انا مش عايزه البصله تغمق كده، هحط بقى العدس. طبعا هنا بصوا العدس لونه تحفه تحفه تحفه. طبعا انا هسيبه بقى يغلي، زودت شويه ميه عشان المكرونه تستوى المكرونه تغلي غلوه، هطفي مش هغلي كتير يعني المكرونه. بصوا اللون هنا عامل ازاي تحفه تحفه تحفه. يغلي بقى كده، وبعد ما يغلي نشوف عملنا ايه. هنا بقى هحط حته سمنه بلدي عشان احمر العيش، عشان عايزينه فته. بصوا العيش بقى هنا انا حمرته، بحمر فيه اهو. يلا بقى هحطه طبعا انا هحط العدس بقى واحده واحده كده. بصوا العدس قشطه قشطه تحفه كهرمان. بصوا العدس كهرمان. طبعا احنا بنحب برضو نشرب كده الشوربه، نحط برضو هنا. بصوا الجمال والحلاوه، بسم الله ما شاء الله. يا رب كده اكون نلت رضاكم في طريقتي في العدس، ولو عجبكم اكتبوا قولوا لي. بصوا الجمال والحلاوه. طبعا هنا انا خلصت الفته. بصوا الجمال والحلاوه، حطيت حته سمنه بلدي هنا طبعا عشان يديله طعم جميل. احط شويه صلصه بقى كده عليه كده، وهنا الشوربه، وهنا طبعا البدنجان خلصته اهوت. ويلا كده لو طريقتي عجبتكم اعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. واخواتي وحبايبي وما تحرمش منكم يا رب كده ويخليكم ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختكم مجيده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من مطبخ مجيدة النهارده ان شاء الله. بقول لكم وحشتوني، اغلى ناس عندي في الدنيا. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ولا من لايكاتكم الجميله اللي بتشجعني ديت. كل سنه وانتم طيبين، وعود عليكم الايام بخير يا رب كده.
يكرم كل واحد يا رب كده، وينول كل واحد اللي هو عايزه، ويديه ويكرمه ويرزقه، ويسترها معانا دنيا واخره، ويستر ولادي وولاد المسلمين اجمعين يا رب. وكل سنه لاخواتنا المسيحيين وهم طيبين وبخير. ويلا بينا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه من مطبخ مجيده. طبعا انا معايا النهارده الدنيا بتشتي، قلت هعمل ايه مجيده، قلت اعمل شويه عدس بقى كده عشان ما عملتش معاكم عدس خالص. فيلا بينا بقى نشوف طريقتي في العدس. معايا طبعا نص كيلو عدس، معايا بدنجان ومقطعه معاه فلفل صغير كده عشان ما يبقاش كبير، لما تيجي تغمسي يا دوبك على قد اللقمه. معايا طبعا طماطم مخزناها، معايا بصل، معايا توم، معايا جزر. ويلا بينا نشوف الطريقه. طبعا انا هنا حاطه ميه على النار، وانا غاسله العدس. هسقط العدس بقى في الميه. طبعا بعد ما سقطت العدس معايا الجزر، معايا البصل، ومعايا الثوم، هسقطهم برضو عليه. تمام. معايا طبعا الطماطم دي انا بخزنها، هحط حته منها عشان دي كبيره، هحطهم برضو مع العدس. ويلا بينا نشوف ايه الطريقه بتاعت مجيده بقى ان شاء الله. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم، ولايكات منكم كده داخل مصر وخارج مصر. ربنا يبارك لكم وما تحرمش منكم. الاكله دي جميله، اكله شتويه جميله جميله، انا بحبها، بعملها بالمكرونه. ويلا بينا نشوف طريقتي. وهعمل معاكم بدنجان برضو جنبيها كده، يعملوا مسقعه، يعملوا بالخل والثوم. هشوف كده ولادي، وربنا يسهل يا رب كده وما تحرمش منكم يا رب. طبعا هنا انا قسمت الطماطم، هحط المربع اللي انا كنت حاطاه دوت عشان كتير. وطبعا تعال نحط البهارات بقى مع بعضينا. طبعا هنا بقى نحط البهارات، هحط كمون. طبعا انا عندي هنا ورق راولي وعندي حبهان، هحطهم وبعد كده ابقى اشيلهم اما اجي اضربه في الخلاط عشان بيدي طعم حلو. طبعا عندي شويه شطه، حبه شطه صغيرين كده، شطه سوداني، مش هكتر عشان دي حراقه قوي. واقفل عليه بقى واسيبه على النار لما يستوى. اوريكم بقى انا هعمله ازاي. طبعا انا هنا هعمل بدنجان بصلصه. حطيت الصلصه على النار، حطيت 4 فصوص ثوم، وانا عندي الصلصه طبعا متخزنه. حطيت حته نص القالب اللي حطيته على العدس. وهنا طبعا حاطه الزيت، هقلي البدنجان. طبعا عندنا في اسكندريه هنا الشتا ايه شغال، والرعد شغال، والدنيا جميله. وكده ساعه الرعد ما يكون شغال الضعف كده، ربنا يرزقنا ويا رب كده يحنن على اولادنا ويرزقهم يا رب رزق يكون رزق كده حلال ان شاء الله، ويديهم الصحه ويحنن على كل من كان يا رب، ويكرمهم يا رب. طبعا الرعد عندنا شغال. طبعا انا بعمل عدس النهارده عشان الدنيا ايه بقى شتا وسقعه ورعد. طبعا العدس بصوا بسم الله ما شاء الله، ولسه غالي دلوقتي. بصوا شكله تحفه تحفه تحفه. الف هنا وشفا على اللي هياكله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بصوا هنا بقى العدس لونه تحفه تحفه تحفه. طبعا انا هنا بقلي البدنجان، وهنا عملت الصلصه بتاعت البدنجان اهي، ومع بعضينا واحده واحده. تمام. يلا بينا. طبعا بصوا البدنجان هنا لونه تحفه كده، ما تغمقوش اكتر من كده عشان ما يغمقش ايه الصلصه معاكم. تمام. هو كده تحفه. حطيت مره كمان. طبعا انا مش عامله بدنجان كتير، عامله بدنجانتين 2 عشان الحاجه انتوا عارفين ما تتكبش وكده، الدنيا غاليه والمعيش غاليه. واعملوا على القد وربنا يسترها معانا جميعا يا رب. بصوا العدس شكله عامل ازاي. طبعا اللي جوه ده الورق الراولي اللي انا حاطاه. طبعا لما اجي اطحنه في الخلاط هشيل الورق الراولي واشيل الحبهان والحاجات دي. بصوا منظر العدس تحفه تحفه تحفه. طبعا العدس من الاكلات الجميله، وبعدين هو مش رخيص دلوقتي يعني، ده العدس بقى ب50 جنيه، ده يعتبر اكله فخمه يعني. طبعا هنا خلصت الصلصه، هحط بقى البدنجان فيها. اللون تحفه تحفه جميل، البدنجان ابو صلصه ده وطعم الصلصه خطير. طبعا هنا العدس استوى. انا مش هضربه في الخلاط كده على طول عشان ما بوظليش الخلاط، هسيبه يبرد شويه واضربه في الخلاط وارجع لكم بعد
دقيقة. طبعا هنا انا صفيت العدس اهوت. يلا بينا بقى نعمل التقليه بتاعته. طبعا انا هنا معايا معلقه سمنه بلدي، هعمله كده عشان يبقى ايه طعمه حلو كده. واهم حاجه طعم الحاجه، مش انا بحطش بهارات كتير على فكره في اكلي، عشان احنا مش بنحب البهارات كتير يعني. تمام. طبعا السمنه تسيح هنا، هروح حاطه بقى المكرونه. مش هحط مكرونه كتير عشان ميبقاش تخين يعني كده، يبقى حلو معقول يعني. طبعا هنا هقلب طبعا المكرونه، اقلبها كويس كده تتحمر. طبعا انا مخرطه بصلايه هنا، لما تتحمر داخله على تحميره كده هروح منزله البصلايه احمرهم معاه كملها، ومع بعضينا نشوف الطريقه واحده واحده. طبعا هنا بصوا المكرونه، بصوا داخله على ايه ذهبي. هروح هنا نازله بالبصله بقى كده. تمام. واشوح فيه. بصوا هنا بقى بتبقى الريحه تحفه تحفه. دي طريقه امي الله يرحمها ويجعل مكان جنه يا رب كده، ويرحم امواتنا المسلمين اجمعين يا رب، يرحم ابويا ويرحم امواتنا المسلمين اجمعين. بصوا هنا بقى هشوح في البصله مع المكرونه لحد ما تبقى لون كده حلو، واروح حاطه بقى ايه العدس. طبعا وانت بتطبخي بقى كده خلصي المطبخ بتاعك كده والمواعين. بص انا غسلت المواعين اول باول. تمام. خلصي حاجتك كده، وعشان تبقي ايه لما تخلصي الاكل تبقى ايه الدنيا نضيفه حواليكي ومية مية. طبعا هنا البصله مع المكرونه مع السمنه البلدي، الريحه هنا تحفه بجد بجد تحفه والله العظيم. جربوا طريقتي دي هتعجبكم قوي قوي قوي، والف هنا وشفا على اللي هياكل. ويا رب كده يجعلنا سنه سعيده علينا وعلى امه محمد يا رب اجمعين، وينول كل واحد اللي هو عايزه يا رب. طبعا انا مش عايزه البصله تغمق كده، هحط بقى العدس. طبعا هنا بصوا العدس لونه تحفه تحفه تحفه. طبعا انا هسيبه بقى يغلي. زودت شويه ميه عشان المكرونه تستوى المكرونه تغلي غلوه. هطفي مش هغلي كتير يعني المكرونه. بصوا اللون هنا عامل ازاي تحفه تحفه تحفه. يغلي بقى كده، وبعد ما يغلي نشوف عملنا ايه. هنا بقى هحط حته سمنه بلدي عشان احمر العيش عشان عايزينه فته. بصوا العيش بقى هنا انا حمرته، بحمر فيه اهوت. يلا بقى هحطه في طبعا انا هحط العدس بقى واحده واحده كده. بصوا العدس قشطه قشطه تحفه كهرمان. بصوا العدس كهرمان. طبعا احنا بنحب برضو نشرب كده الشوربه. نحط برضو هنا. شوف جمال الحلاوه. بسم الله ما شاء الله. يا رب كده اكون نلت رضاكم في طريقتي في العدس، ولو عجبكم اكتبوا قولولي. بصوا الجمال والحلاوه. طبعا هنا انا خلصت الفته. بصوا الجمال والحلاوه. حطيت حته سمنه بلدي هنا طبعا عشان يديله طعم جميل. احط شويه صلصه بقى كده عليه كده. وهنا الشوربه، وهنا طبعا البدنجان خلصته اهوت. ويلا كده لو طريقتي عجبتكم اعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. واخواتي وحبايبي وما تحرمش منكم يا رب كده وخليكم ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختكم مجيده.